خد نفس عميق واسمعني بهدوء. الفيديو ده معمول ليك انت، الطالب اللي خلص الترم الأول وحاسس إن الترم التاني ممكن يضيع. يمكن مجموعك ما كانش زي ما كنت متوقع، ويمكن كنت فاكر إنك هتبقى أحسن، ويمكن بالعكس كنت كويس بس حاسس إنك ممكن تقع. واللي هقوله دلوقتي مش تنظير ولا كلام تحفيزي فاضي، ده كلام واقعي من طالب لطالب. بعد الترم الأول في أخطاء بنعملها كلنا تقريبا، أخطاء بسيطة بس خطيرة، ولو ما خدتش بالك منها بتاكل الترم التاني حتة حتة من غير ما تحس. خليك معايا علشان نفسك. الترم التاني مش أصعب من الترم الأول، بس أخطر، لأنك داخله وانت تعبان أو مطمن زيادة عن اللزوم. وأول إحساس بيجي بعد الترم الأول هو الراحة، تقول أخيرا خلصنا واستاهل أرتاح شوية. والراحة مطلوبة، بس المشكلة إن الشوية بتقلب كتير، يوم واتنين وأسبوع وشهر، وتفوق تلاقي الترم التاني بدأ وانت لسه في مود الإجازة. وأول غلطة بنقع فيها هي فقدان الروتين، نوم متلخبط وسهر وصحيان متأخر ومفيش بداية يوم. والروتين مش حاجة مملة، لكنه اللي بيشيل عنك التفكير. دماغك بيحب النظام، وأول ما النظام يختفي التركيز يختفي معاه. تحاول تذاكر، تمسك الموبايل وتسيب الكتاب وتقول مش عارف أركز، وانت في الحقيقة محتاج نظام مش تركيز. الترم التاني مش محتاج طالب عبقري، محتاج طالب ماشي على روتين بسيط. الغلطة التانية هي التسويف، لسه بدري وهبدأ بكرة، والواقع إن الترم التاني قصير وأي تأجيل فيه بيتحاسب بالضعف. التسويف مش كسل، هو خوف من البداية، فتهرب لأي حاجة غير المذاكرة. والحل مش إنك تذاكر كتير، الحل إنك تبدأ صفحة واحدة أو مسألة واحدة. البداية هي أصعب خطوة. الغلطة التالتة هي الاعتماد على المزاج. النجاح مش محتاج مزاج، محتاج التزام. تذاكر حتى وانت مش في مود، لأن الالتزام بيخلق الدافع. الغلطة الرابعة هي المقارنة. تفتح السوشيال وتحس إنك كل سبقك. المقارنة بتسرق طاقتك وبتشلك. كل واحد ليه طريقه وسرعته، قارن نفسك بنفسك بس. الغلطة الخامسة هي إهمال النفس. نوم قليل وأكل عشوائي ومفيش حركة، وتستغرب إنك تعبان. العقل جزء من الجسم، ولو الجسم تعبان العقل هيأثر. النجاح الدراسي محتاج نوم كويس وأكل محترم وشوية حركة. وبعد ما عرفنا الأخطاء نبدأ الصح. روتين يومي بسيط، تصحى في نفس الميعاد، دقيقتين هدوء، فطار خفيف، تبدأ بأهم مادة، مذاكرة بتركيز، راحة قصيرة، مذاكرة تاني، حركة بسيطة، مراجعة خفيفة بالليل، نوم بدري. الروتين ده مش محتاج كمال، محتاج استمرارية. لو وقعت يوم قوم تاني يوم من غير جلد ذات. الترم التاني مش سباق سرعة، هو سباق نفس طويل، وانت مش ضعيف ولا فاشل، انت بس محتاج تنظيم. ابدأ النهاردة مش بكرة، انت قدها. وكمان لازم تفهم ان الالتزام مش معناه القسوة على نفسك، الالتزام معناه انك تكون عارف امتى تشد وامتى تهدى. ناس كتير بعد الترم الأول بتقع في فخ جلد الذات، يقولك أنا قصرت، أنا ضيعت، أنا فاشل. والكلام ده كله مش بيفيد، بالعكس بيهد طاقتك. الطالب اللي بيكمل هو اللي بيعرف يغلط ويقوم، مش اللي بيفضل يلوم نفسه. الترم التاني محتاج نفسية هادية مش متوترة، محتاج عقل صافي مش مشغول بالندم. افتكر دايما إن اللي فات خلص ومش بإيدك تغيره، لكن اللي جاي لسه، وكل يوم جديد فرصة. وأكبر كذبة ممكن تصدقها هي إن الوقت فات. الوقت بيفوت بس على اللي واقف، إنما اللي ماشي حتى لو ببطء بيوصل. وخليك فاكر إن البطء مع الاستمرار أحسن من الحماس اللي يطفي بسرعة. ناس كتير تبدأ الترم التاني بقوة زايدة، تذاكر بالساعات وتضغط على نفسها، وبعد أسبوعين تتعب وتوقف. وده مش نجاح. النجاح إنك تختار سرعة تقدر تكمل بيها. تذاكر ساعتين كل يوم أحسن من 10 ساعات مرة واحدة، ومع الوقت الساعتين دول هيعملوا فرق كبير. وواحدة من أكبر المشاكل إن الطالب مستني الإحساس المثالي علشان يبدأ، مستني اليوم المثالي والمكان المثالي والمزاج المثالي. والحقيقة إن مفيش حاجة اسمها كده، في واقع وفي تعب وفي دوشة. والطالب الشاطر هو اللي يعرف يذاكر وسط كل ده، يعرف يعمل أفضل حاجة ممكنة بالظروف اللي عنده مش بالظروف اللي بيتمناها. وخليك عارف إن المذاكرة مش دايما لازم تكون تقيلة. في أيام هتذاكر قليل بس بتركيز، وفي أيام هتراجع بس، وفي أيام هتفتح الكتاب بالعافية، وكل ده طبيعي. المهم إنك ما تقطعش، ما تختفيش، ما تقولش خلاص بكرة، لأن بكرة دي أخطر كلمة في حياة أي طالب. بكرة بتخليك تأجل، والتأجيل بيعمل تراكم، والتراكم بيعمل ضغط، والضغط بيعمل كره للمذاكرة، ولما تكره المذاكرة بتدخل في دايرة صعبة. علشان كده كسر الدايرة من بدري، حتى لو بربع ساعة في اليوم. افتح الكتاب، بص، اقرأ، اعمل أي حاجة. عقلك محتاج يحس إنك لسه موجود، إنك لسه في اللعبة. ومهم جدا تفهم إن الروتين مش سجن، الروتين أمان. لما يبقى عندك روتين بتقلل القرارات، مش كل يوم تقرر هتذاكر إمتى وهتنام إمتى وهتصحى إمتى. القرارات الكتير بتتعب العقل، لكن لما يبقى كل حاجة ثابتة دماغك بيريح.
وبيفصل المجهود للمذاكرة نفسها. وده سر ناس كتير ناجحة، مش أذكى منك ولا أذكى من غيرك، بس منظمين أكتر. ومن أكتر الحاجات اللي بتدمر الترم التاني إن الطالب يستهين بالأيام العادية، يقولك لسه بدري ولسه في وقت، مع إن الأيام العادية هي اللي بتصنع النتيجة مش أيام الامتحانات. الامتحان بيكشف بس، إنما الشغل الحقيقي بيكون قبل كده بكتير. وكل يوم عادي يعدي من غير مذاكرة هو خسارة صامتة، مش بتحس بيها غير لما الوقت يزنقك، وساعتها بتتمنى ترجع يوم واحد بس. علشان كده قدر اليوم اللي في إيدك، حتى لو حاسس إنه مش مهم، هو مهم. وكل صفحة بتقراها دلوقتي هتشيل عنك صفحة ضغط بعدين، وكل معلومة بتثبتها هتقلل خوفك قدام الامتحان. وخليك دايما فاكر إن الخوف مش عدوك، الخوف إشارة إنك محتاج تشتغل أكتر شوية، مش تهرب. ولما تحس بالملل اعرف إنك طبيعي، الملل جزء من الرحلة. مفيش نجاح من غير ملل، من غير تعب، من غير زهق. والفرق بين اللي بيكمل واللي بيقف إن واحد بيكمل رغم الملل والتاني يستسلم له. وافتكر إنك مش مطالب تكون مثالي، مطالب تكون مستمر.